حيوانات أول ما هتشوفها هتفكر إنها كيوت ولطيفة، لكن أول ما تلمسها هتلدغك بالسم بتاعها. علشان كده خد بالك كويس وما تفكرش إنك تلعب مع الحيوانات دي. أول حيوان معانا النهاردة اسمه اللوريس البطيء. حيوان هادي وبيمشي على مهله، وده أكتر حيوان بيشبه حيوان الراكون اللي صورته ظاهرة قدامكم دلوقتي. وزي ما انت شايف كده عنده عيون واسعة وشكلها جذاب. أشخاص كتير بتنخدع فيه، وأول ما تلمسه بيقوم بلدغها بالسم وبيسبب لها حساسية بتأذيها وبتؤدي للوفاة. تاني حيوان وده اسمه الضفدع الذهبي، وده مش بيلدغ حد أبدا لأن السم موجود على جلده أو يعني جسمه من الخارج. ومعروف عن الضفدع ده ان هو بيقتل عشرات الاشخاص شهريا، والسم بتاعه بيتجدد يعني كل كام دقيقة. تالت حيوان هو دب النمل، وده بيتغذى على النمل والحشرات وغيرها. ما عندهوش اي اسنان لكنه بيمتلك مخالب قوية جدا، بيستخدمها في الحفر والدفاع عن نفسه في وقت الخطر. واي ضربة من مخالبه لو اداها للانسان بينهي حياته فورا. كلنا عارفين ان البجع من الطيور الجميلة، لكن لو فكرت تهاجمها هتلاقي شراسة عمرك ما شفتها في حياتك. علشان كده الامر بيتعلق بالامان وتهديد حياتها. الفيديو انتهى، لو عجبك اضغط لايك دلوقتي وشجعني باشتراك علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش ان رأيك بيهمني جدا في التعليقات. سلام.